صحيح. علم الحديث علم له أسود، له علماء، له ناس ذهبت أبصارهم وهم ينظرون في الأسانيد، أليس كذلك؟ فيأتي تاجر عقارات ربما ما يفرق بين الحديث الحسن والصحيح، ما يفرق بين السند المقطوع، بين ما يعلم ما معنى مثلا سلسلة الذهب وغيره. تأتي تسأله عن البخاري. أما يأتي رجل تاجر عقارات أو غيره ولا يطعن في البخاري ومسلم، الرجل الذي أفنى حياته هنا وهناك من أجل أن يجمع أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا ما يعلم علم الأسانيد ولا مصطلح الحديث، فلهذا لا تأخذ بقوله. طيب النتيجة اللي أنت وصلت لها يعني نأخذ البخاري ومسلم بكل ما موجود بها من أحاديث؟ أهل العلم رحمهم الله أجمعوا كابن حجر والنووي وغيره، كل العلماء وجل العلماء من أهل الحديث أجمعوا على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري. علمت؟ نعم. أنا عندي قناعة مطلقة، وأعلم أن هذا الكلام لن يعجب لكن سأقوله. أنا عندي قناعة الكتاب الوحيد الذي لا أشك فيه هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري ومسلم. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان.